في شهر يونيو سنة 2015 وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية، صحت الجيران على خبر وفاة أو قتل السيدة ديدي اللي صورتها ظاهرة قدامكم دلوقتي. محدش عارف مين اللي يجيله قلب ينهي حياة ست طيبة جدا بتراعي بنتها المريضة. الكل كان في حالة حزن، وحتى كمان الجاني كان خطف بنتها جيبسي المشلولة واللي عندها أمراض الدنيا. محدش عارف ايه مصير البنت دلوقتي، ويا ترى ازاي هتاخد جلسات الأكسجين أو حتى أدوية السرطان. ده غير إن عمرها أصلا 19 سنة، لكن هي عايشة بعقلية حد عمره 8 سنين. بصراحة المأساة كانت عمت على جميع السكان والأهل والجيران، لكن في الحقيقة كل اللي فات ده كان سيناريو كذاب، أو بمعنى أصح حقائق مزيفة رسمتها السيدة ديدي في ذهن الجيران قبل وفاتها. ودلوقتي هحكي لك القصة بشكل مختصر وبالتفصيل، تابعها معايا للنهاية. الزوجين رود وديدي بعد جوازهم بحوالي سنة كانوا أنجبوا بنتهم الوحيدة جيبسي. الأم كانت مريضة نفسيا، وكانت صعبة جدا في التعامل، على طول بيتهيأ لها حاجات ما بتحصلش. بدأت الخلافات والمشاكل تكتر ما بين الزوجين، وفضلت المشاكل مستمرة لحد ما وصل الأب لمرحلة إنه مش قادر يكمل حياته مع زوجة مريضة نفسيا، وساعتها تم الطلاق رسمي ما بينهم. ولو سألت نفسك ايه اللي خلى رود يتجوز واحدة من البداية عندها مرض عقلي، هقولك معرفش، لكن في النهاية هو ده اللي حصل. المهم الزوجة حاولت تصالحه كتير جدا، وحاولت ترجع له أكتر من مرة، لكن للأسف الأب رفض الرجوع تحت أي شكل من الأشكال. ساعتها خدت بنتها جيبسي وراحت تعيش في بيت أبوها وأمها. بعد وفاتهم بدأت تكمل حياتها لوحدها مع بنتها، واللي كانت بتحبها لدرجة مجنونة، بتحبها بطريقة بتفوق الحد الطبيعي. المهم السيدة ديدي بدأ يتهيأ لها حاجات غير حقيقية. يعني في مرة بنتها وقعت على الأرض خبطة بسيطة جدا ما فيهاش أي حاجة، لكن الأم أصرت إن رجلها اتكسرت، وبدل ما تاخدها للدكتور تطمن عليها مثلا، وده يعني لو حتم الأمر، لا هي ما عملتش كده، وقالت أنا بنتي اتشلت، مع إن أصلا البنت بتضحك وبتلعب وبتجري قدام عينيها عادي جدا. الموضوع بسيط. وبالرغم من الكلام اللي فات ده كله، إلا إن الأم راحت اشترت لها كرسي بعجل، وطلبت من بنتها تجلس أو تقعد على الكرسي ده وما تقومش من عليه أبدا لحد ما تخف. البنت يعني رغم إن هي صغيرة في السن، إلا إنها حاولت تقنع أمها إن هي سليمة وصحتها كويسة، لكنها اتفاجئت بردة فعل غريبة جدا. فضلت الأم تزعق لها وهي متعصبة، وفي النهاية أجبرتها إن هي تجلس على الكرسي أبو عجل وما تتحركش من عليه أبدا تحت أي ظرف من الظروف، وهي اللي هتقوم بخدمتها لحد عندها، وهي اللي هتوديها الحمام وتأكلها وتشربها مكانها، وهتعمل كل اللي هي محتاجاه. البنت لما كانت بتنسى وتقوم تلعب مع نفسها شوية أو أي حاجة يعني من الكلام ده، كانت على طول الأم بتنفعل وبتفضل متعصبة جدا. وصل بيها الأمر إن هي بدأت تضربها كل ما تتحرك من مكانها. وفي النهاية جيبسي استسلمت للأمر الواقع وكل الأوامر اللي بتقولها والدتها، واستمرت على الحال ده لحد ما كبرت. في يوم من الأيام بدأ يتهيأ للأم إن بنتها اتصابت بالسرطان، فراحت قصت لها شعر دماغها بالكامل، وبدأت تشتري لها أدوية من الصيدلية وتجبرها على أخذ الدواء ده بالعافية. ومش بس كده، ده بدأ كمان يتهيأ لها إن بنتها زعلانة أو مريضة نفسيا، فراحت اشترت لها مهدئات وأدوية علاج نفسي، وبرضه بدأت تديها لها بالعافية. وطبعا الجيران كانت مصدقة السيناريو ده طول الوقت، لأنهم طبعا شايفين حالة البنت قدام عينيهم. ده غير إن الأم بتألف قصص وحكايات عن مرضها وعن الدكاترة اللي هي متابعة معاهم، ومفيش أي حاجة من الكلام ده بتحصل. وطبعا محدش كان بيتحقق من الكلام ده كله. شيء طبيعي انت لو في حد من جيرانك قالك ان ابنه يعني تعبان شوية او مريض، وكان عند الدكتور بيكشف له، يعني في الاخر انت هتصدقه وهتقول له الف سلامة وخلاص، يعني مش هتحقق معاه بصورة قاسية او الزامية، وعمرك ما هتطلب منه يقدم لك دليل على صدق كلامه. المهم السيدة ديدي كانت بتجبر بنتها تمثل قدام الجيران ان عندها تأخر عقلي وحاجات من النوع ده، طبعا علشان يعني تلم منهم تبرعات تقدر من خلالها توسع الدخل المادي بتاعها. في يوم من الأيام كان حصل زي إعصار في المدينة غرق كل البيوت. ساعتها انتقلت الأم وبنتها لمكان تاني علشان يعيشوا فيه. وقتها الأهالي أول ما شافوها وشافوا حالة جيبسي، الكل اتعاطف معاها بدرجة كبيرة جدا، وجمعوا لها تبرعات كتير قدرت من خلالها تشتري بيت.
واستمرت نفس القصة أو الأحداث اللي فاتت هي. المهم السيدة دي كانت اشترت جهاز كمبيوتر لبنتها، وكان عندها نت في البيت الجديد. وقتها جيبسي عملت صفحة على الفيسبوك واتعرفت من خلالها على شاب وأصبحوا أصدقاء، وكل ده من غير علم والدتها طبعا. ساعتها البنت حكت لصديقها كل الأحداث اللي فاتت من حياتها، وحكت له على قصة المرض والمعاملة بتاعت والدتها. طبعا هو كان في حالة صدمة شديدة من اللي سمعه. وقتها عرض عليها المساعدة أو إن هو يعني يبلغ البوليس بكل اللي بيحصل ده، لكن للأسف جيبسي رفضت إن هو يبلغ الشرطة، وقالت إن هي بتكره أمها لدرجة كبيرة جدا، وإن هي دمرت حياتها حرفيا وحرمتها من والدها وأجمل سنوات اللعب والطفولة. ولما صديقها قال لها طيب انت يعني هقدر اساعدك ازاي دلوقتي، اتفاجئت ان هي بتطلب منه ان هو يتخلص من امها للابد. يعني من الاخر طلبت منه ان هو يقتلها. الغريب ان الشاب ده وافق على طول من غير حتى ما يفكر، كأنها يعني بتطلب منه يشتري لها حاجة من السوبر ماركت. المهم اتفقوا هما الاتنين ان هما هيستنوا الام لما تنام بالليل، وساعتها جيبسي هتروح تفتح له الباب. وبالفعل تاني يوم نفذوا الخطة أو الجريمة بتاعتهم. الشاب راح عند بيتهم، وبعد ما دخل راح طلع عند أوضة النوم بتاعت السيدة دي وأنهى حياتها بعدة طعنات. ساعتها هو وجيبسي أخدوا كل الفلوس اللي في البيت وهربوا فورا. وتاني يوم كالعادة راحت الجيران علشان يطمنوا عليهم ويعرفوا إذا كانوا محتاجين مساعدة أو أي حاجة من النوع ده. اتفاجئوا إن الباب مفتوح ومحدش بيرد عليهم أبدا. ولما اكتشفوا جثة السيدة دي بلغوا الشرطة بكل اللي هم شافوه، وكان عندهم اعتقاد ان الجاني هو اللي خطف جيبسي معاه، باعتبار يعني ان هي مشلولة ومش بتقدر تتحرك من مكانها، ده غير حالتها الصحية وكل الامراض اللي احنا لسه قايلين عليها من شوية. المهم يعني بعد البحث والتحريات في القضية اكتشف المحققين من خلال كاميرات المراقبة ان جيبسي بتتحرك وان هي طبيعية وما فيهاش اي حاجة. ساعتها اتأكدوا ان هي اللي ورا الجريمة، ونجحوا في النهاية في القبض عليها. وعرفوا إن في صديق ليها كان مشترك معاه في الجريمة بتاعت القتل دي، وإن هو كمان اللي قام بتنفيذها بنفسه. بصراحة الموضوع كان صدمة عند الجميع بعد ما الكل عرف الحقيقة اللي كانت مستخبية بقالها سنين. المهم المحاميين دافعوا عن جيبسي بكل الطرق، واعتبروها إن هي ضحية للمرض العقلي اللي كانت بتمر بيه والدتها. وبدل ما يتحكم عليها بالإعدام، كان القاضي حكم عليها بحكم مخفف وصل ل10 سنين. أما صديقها فكان أخد حكم مؤبد 25 سنة. نسيت أقولك إن صديقها ده اسمه نيكولاس، وبعض الناس قالت إن هو مريض توحد وبيعتبر ضحية هو كمان. وبالنسبة للأب متذكرش تاني في الموضوع. وبالنسبة لقرايب السيدة دي فدول كانوا فرحوا باللي حصل لها، وده لأن أغلبهم كان بيكرهها بسبب معاملتها السيئة مع كل الناس اللي حواليها. لو كملت الفيديو للنهاية عرفني في التعليقات. ما تنساش اللايك والاشتراك لو عجبك المحتوى اللي انا بقدمه. واخر حاجة بس شارك المحتوى علشان القناة تكبر بيك واقدر استمر معاك الفترة اللي جاية. ان شاء الله بكرة فيديو جديد عن سلسلة غموض او سلسلة الظواهر. سلام.